نتنعم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي شريعتنا، شريعة سمحة سهلة، وثوابها بعد الدنيا عظيم عند الله تبارك وتعالى. حاتم الأصم رضي الله عنه كان يعظ الناس في السوق. جاء واحد الإنسان عند العلماء قال له: دابا أنت كتوعظ الناس، أتحسن الصلاة؟ أتحسن الصلاة؟ قال: نعم. قال له: أرني كيف تصلي، أخبرني كيف تصلي. قال: الحكاية جبناها القصد منا الإنسان لما يتوضأ ويريد الصلاة يكون على كل حال يتأنى شوية، يستحضر النية، يحضر قلبه، ويخلي الدنيا وراء مشاكلها وراء ظهره، ويكبر تكبيرة الإحرام علما منه بأنه يعني واقف بين يدي الله، والله عز وجل قد أقبل بوجهه الكريم عليه. أبو عارف بالله حاتم الأصم قال رضي الله عنه، قال: أقوم بالأمر. الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة. أقوم بالأمر وأمشي بالخاشية. إنما يخشى الله عز وجل من عباد العلماء. يعرفها